إعداد صحيفة الدعوة. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه كيف نعد صحيفة الدعوة؟ رقم واحد، أنت حضرتك هترفع دعوة إيه؟ دعوة مثلا دعوة طلاق، هتقرأ بس في بنود الطلاق وتقرأ عريضة وتكتب بيان الموكل بتاعك وبيان الخصم والعناوين تكون مظبوطة. طيب بنبدأ إيه؟ بنقول أنه في يوم الموافق كذا. المكان ده للمحضر عشان سيادتك المحضر بيكتب يوم الإعلان وتاريخه وساعته ومكانه بناء على طلب ده الموكل بتاعك، بناء على طلب فلان الفلاني ومحله المختار الأستاذ فلان وعنوانه، وعنوان الموكل واضح حسب بطاقة الرقم القومي. أنا مسافة محضر محكمة، ما هو سيادتك المسافة دي بيتكتب فيها اسم المحضر اللي بيعلن هذه الصحيفة. محكمة التابع ليها المحضر. انتقلت وأعلنت الخصوم بقى، أكتب اسم الخصم رباعي أكتبه صح، المدعي عليه أكتبه صح وعنوانه صح. لو أنا معايا أي شيء يستدل بيه على العنوان زي صيدلية معروفة زي سوبر ماركت معروف، لو ربما أكتبه في العنوان مفيش مشكلة. لما أكتب كمان رقم تليفون صحيح للخصم عشان يعلن بسرعة عن طريق المحضرين، كلام كويس. طيب كلمة مخاطبا مع دي لازم يبقى جنبها مسافة فاضية يكتب فيها المحضر كلمتين من اللي هيستلم الإعلان، مخاطبا مع المستلم للإعلان هنا. إنما في ناس تجيب الإيه كلمة مخاطبا مع دي ما جنبهاش مكان المحضر يكتب فيه أو ما فيش تحتها مكان المحضر يكتب فيه، لا، لازم الحتة دي مهمة جدا، لأن القاضي بينظر لهذه الكلمة ديت عشان يشوف مين اللي استلم الإعلان. بعد كده الموضوع، حضرتك بتصيغ موضوع الصحيفة بالصياغة الموجزة الشارحة غير المملة، بتوجز موضوعك في نقاط بحيث القاضي يوصل للي حضرتك عارفه. وبعد كده بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت بهذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور. هنا بقى اسمه التكليف بالحضور أمام محكمة، لازم نكتب اسم المحكمة وعنوانها صحيح والدايرة اللي هتنعقد أمامها الدعوة ديت، تمام، واليوم والتاريخ في يوم كذا الموافق كذا في الساعة 8 صباحا وما بعدها، تمام، لسماع الحكم. دي الطلبات الختامية. أنا بوجز معاك الموضوع، تمام، لكن بنتكلم في نقاط ربما حضرتك مش واخد بالك منها. لازم تكون طلباتك الختامية صحيحة ووفقا للقانون، تمام، ولما ترفع القضية تشتغل على هذه الطلبات. الهامش الجانبي ده الهامش يعني عنوان الموضوع، ونكتب عنوان الدعوة. دعوة تطليق للضرر، لازم نقول الضرر للهجر، دعوة خلع، تمام، دعوة صحة توقيع على عقد البيع المؤرخ كذا، تمام، وتوقيع المحامي. توقيع المحامي على العريضة مهم جدا، لأنه عدم وجود توقيع للمحامي على بعض الدعاوى خلاف دعاوى النفقات فقط في محاكم الأسرة يبطل هذه الصحيفة ويجعل الصحيفة في موقع البطلان لعدم توقيع محامي. وتوقيع المحامي أمام الجزء لازم يكون على الأقل جدول عام. محكمة ابتدائية لازم على الأقل يكون ابتدائي. في الاستئناف لازم على الأقل يكون معاه قيد استئناف. النقد والإدارية العليا طبعا لابد أن يكون مقيد في النقد والإدارية العليا. وهي دي البدايات لإعداد صحيفة الدعوة. شكرا.